طريق النيل الغربي والطريق الساحلي، وبعدها إن شاء الله سكة حديد. كل مشروعات الربط من السكة حديد والاتصالات والطرق البرية والسكة الحديدية والنهرية والبحرية إن شاء الله حتكون متاحة لرجال الأعمال بين البلدين عشان لنقل سلعهم وموادهم خامات ومصنعة إن شاء الله لمصلحة البلدين. نحن أيضا الآن اتفقنا على رفع اللجنة الوزارية العليا لتكون برئاسة رئيسي دولة البلدين حتى نديها الدفع اللازم إن شاء الله. ونحن الآن الكرة أمام ملعب الإخوة في رجال الأعمال. نحن كسياسيين وكغير سياسية نقول أن أزلنا كل العوائق، وبعد كده تاني ما في عذر، وإذا في تقصير حيكون من جانبكم ليس من جانبنا نحن السياسيين إن شاء الله. مرحبا بكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فخامة الرئيس والأخ العزيز عمر حسن البشير رئيس جمهورية السودان الشقيق، السادة الوزراء، السادة الحضور، رجال الأعمال، رؤساء الشركات، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اسمحوا لي في البداية أن أعرب من جديد لفخامة الأخ الرئيس عمر البشير عن تقديري البالغ لدعوته الكريمة لزيارة وطننا الثاني السودان الشقيق. كما أتوجه بكل التقدير للحكومة السودانية ولشعب وادي النيل في السودان على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال التي حظينا بها منذ وصولنا إلى السودان، الذي سيظل كما كان دوما شريكا غاليا فعالا لمصر، لشعب مصر وأهل مصر جميعا. إن تفرد العلاقات بين مصر والسودان لا يرجع فقط إلى قدمها وتكذرها في أعماق التاريخ، كما لا يقتصر فقط على المصالح المشتركة، حتى وإن كان هذا واقعا عمليا نلمسه ونعايشه، ولا يقتصر كذلك على التضامن والمؤازرة بين البلدين، حتى وإن تضافرت جهودهما في مواجهة جميع التحديات عبر كل الأزمنة عبر التاريخ، إيمانا منهما بوحدة المصير. إن ذلك التفرد في واقع الأمر هو محصلة كل ما تقدم، وقد اختلط به مياه نهر النيل وتربة واديه العطرة، فكان نسيجا يندر أن نجد مثيله في تاريخ كل الأمم والشعوب. هذا أمر واضح بين في امتداد وتجذر العلاقة بين شعب وادي النيل في مصر وفي السودان. السودان الامتداد الطبيعي الإفريقي لمصر، ومصر الامتداد الطبيعي العربي والدولي والآسيوي للسودان. فخامة الأخ الرئيس، السيدات والسادة، يسعدني أن أكون اليوم وسط هذه الكوكبة من رجال الصناعة والتجارة والأعمال من أبناء وادي النيل في مصر والسودان، لنتباحث معا في سبل دفع علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين إلى آفاق تتناسب مع عمق ومتانة تلك العلاقات، وأيضا مع إمكانيتهما الواعدة، بحيث ترقى إلى تطلعات شعبينا نحو الرخاء والازدهار. وأود أن أشير إلى أن التعاون القائم بين الجانبين يستند إلى عدد من الركائز الصلبة، وفي مقدمتها القدرات الكبيرة لكل من الاقتصادين المصري والسوداني وثرائهما
بالموارد والثروات الطبيعية، وقبل ذلك كله العنصر البشري، ولعل نجاح كلا البلدين في تحقيق معدلات نمو إيجابية مجددا بالرغم من التحديات والعقبات الاقتصادية التي واجهاها خلال العامين السابقين أكبر دليل على سلامة أسس اقتصادهما الوطني وعلى قدرتهما على تجاوز المصاعب التي يتعرضان لها على المدى القصير وتحقيق الانطلاقة المأمولة صوب التقدم والتنمية المستدامة. كما أن مقومات التكامل الاقتصادي بين مصر والسودان تمثل ركيزة أخرى لا تقل أهمية، فالنماذج التي يحفل بها العالم من حولنا تؤكد أنه لا بديل عن الأخذ بناصية التكامل الاقتصادي، ليس للاعتبارات التاريخية والوشائج الإنسانية فحسب، ولكن لضرورات اقتصادية وعملية، وذلك في ضوء أن تحقيق التنمية يحتاج إلى مشروعات عملاقة في مجال البنية الأساسية وإلى تعزيز القدرات التنافسية لبلدينا وتنويع منتجاتهما حتى يتمكنا من زيادة حصتهما من التجارة الإقليمية والدولية ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، وهو ما لا يتأتى تنفيذه إلا من خلال خطط عمل طموحة وبرامج مشتركة. ولا غنى في هذا المقام عن الدور المهم والرئيسي لمجتمع رجال الأعمال المصري السوداني في تطوير وتنفيذ تلك الخطط، بل والمبادرة في كل مجالات التعاون المتاحة. ولعل من بين مقومات التكامل بين مصر والسودان توافر الإطار القانوني والمؤسسي والدور الذي تلعبه اللجنة العليا المشتركة التي اتفقنا اليوم على أن تكون على مستوى الرؤساء، التي نتطلع وبسرعة إلى عقد دورتها الثامنة قريبا جدا لدفع مسيرة التعاون قدما بين الجانبين في كل المجالات. وأنوه هنا إلى أنه في سياق العمل على تعزيز ذلك الإطار القانوني والمؤسسي تم مؤخرا في فبراير من هذا العام توقيع بروتوكول لتيسير حركة الركاب والبضائع بين الجانبين وتذليل ما يعترضهما من معوقات، فضلا عن الافتتاح المرتقب للطريقين البريين. الطريق شرق النيل خلاص احنا اتفقنا على فتحه قبل أن يكون هناك أي أسباب معوقة من بناء منشآت أو غيره. احنا اتفقنا على أن نبدأ فورا، وإن شاء الله يفتتح الطريق خلال أيام قليلة قادمة إن شاء الله. وبعد إن شاء الله الطريق الغربي يستكمل خلال يعني عدد قليل جدا من الشهور، ربما إن شاء الله قبل نهاية هذا العام وبكثير إن شاء الله ننتهي منه الطريق الغربي. وطريق الساحل البحر الأحمر أيضا مهم جدا وسيستكمل هو أيضا، وإحنا لدينا مشروع كما تعلمون وهو خط السكة الحديد اللي كلنا ننظر إليه بأمل كبير من الإسكندرية إلى الجنوب في كيب تاون مرورا أرض وادي النيل الشقيقة في السودان وغيرها إن شاء الله. هذين الطريقين واللذين سيكونان بمثابة شريانين إضافيين للحياة والنماء يربطان بين أبناء وادي النيل. الإخوة السيدات والسادة الحضور، إننا نتابع بارتياح النمو المضطرد للعلاقات المصرية السودانية، لا سيما في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة، حيث تضاعف حجم الواردات المصرية من السودان خلال عام 2011 بمقدار 800% مقارنة بعام 2010. كما شهد عام 2011 أيضا وحده تأسيس 9 شركات مصرية في السودان في القطاعات الخدمية والصناعية والزراعية، وهو ما يدعونا لتكثيف جهودنا وتحديد أهداف أكثر طموحا وصولا إلى مضاعفة حركة التجارة والاستثمار خلال السنوات المقبلة إن شاء الله. وحين نتطرق إلى الاستثمار فلا يجب أن يقتصر الحديث على استثمار رؤوس الأموال فحسب، بل إن الأولوية يجب أن تكون للاستثمار في التكنولوجيا والموارد البشرية
وأود أن أشير في هذا الإطار إلى برامج التعاون ونقل الخبرات التي تحرص مصر على تقديمها لدعم القدرات الوطنية السودانية في مجالات مثل الصناعات البترولية والغاز والتعدين والزراعة، فضلا عن المجالات الاجتماعية مثل التعليم والصحة والتنمية البشرية أيضا. ولا شك أن تنفيذ المشروعات المشتركة يمثل في هذا السياق إطارا مناسبا لنقل الخبرات وتحقيق المنافع المشتركة للجانبين. ومن الأمثلة الباردة لهذا التعاون مشروع تأسيس شركة مصرية سودانية لإنتاج الوقود الحيوي، وكذلك المزرعة البحثية المشتركة في الولاية الشمالية من السودان، والتي بدأ تنفيذها على مساحة 10,000 فدان حاليا كمرحلة تجريبية أولى. احنا بننظر إلى أن يتضاعف هذا الرقم 10,000 فدان بسرعة جدا خلال السنوات القليلة القادمة، وتكون هذه مزرعة مصر والسودان للقمح وغيره من المحصول إن شاء الله. ومن المنتظر زيادتها خلال العام الجاري، كما نأمل في بدء تشغيل المزرعة المشتركة، وهذه مهمة جدا لإنتاج اللحوم لولاية النيل الأبيض. الأخ اللي ذكر إن حجم تجارة اللحوم يمثل بين مصر وصل 5% من احتياجات السوق المصري. نحن أتطلع أنا شخصيا بعد فتح الخط البري شق النيل مباشرة أن ترتفع هذه النسبة إلى 20% إن شاء الله، ثم تتضاعف بعد ذلك إن شاء الله. حيث يأتي التعاون في الزراعة والثروة الحيوانية في مقدمة المجالات التي توفر فرصا وآفاقا رحبة للتعاون، وبالأخص على مستوى رجال الأعمال والقطاع الخاص. وهنا يعني بأؤكد على ما قاله أخي العزيز فخامة الرئيس البشير بأن الكرة في ملعب رجال الأعمال، فالطريق الآن مفتوح والبوابات مفتوحة والتأشيرات متاحة والإرادة السياسية متحققة، ويعني نسب الربحية ليست ضعيفة بل يعني جيدة. طبعا احنا عايزينكم يعني ايه تراعوا يعني حال الناس في الأرباح، لكن احنا نشجعكم جميعا على أن تبدأوا فورا لرفع هذه النسبة فعلا إلى ما تستحق أن تكون عليه. تصل اللحوم إلى مصر من السودان تصبح لحوم ليست مجمدة وإنما طازجة إن شاء الله وبسرعة جدا. في ظل الفرص الكبيرة المتاحة